هل في ناس معينة عرضة أكتر للإصابة بالأمراض النفسية أكتر من غيرها؟ زي أي أمراض في الدنيا في ناس جاهزة وعندها استعداد، الاستعداد ده ممكن يبقى استعداد جيني بالمقام الأول طبعًا زي أي أمراض، وفي استعدادات حسب الجنس، حسب السن، حسب الشغلانة، حسب الوضع الاجتماعي والوظيفي، يعني استعداد حسب الجنس، السيدات أو الإناث عرضة أكتر للإصابة بالأمراض النفسية من الرجال، ليس لأنهم أضعف، ربما لأنهم أقوى، ولكن إحنا هنا بنتكلم pure biology له علاقة بالهرمونز. الست بتمر في مراحل حياتها المختلفة بدورات هرمونية كتيرة ومتعددة تخليها في كل مرحلة منهم vulnerable أو هشة وعرضة أكتر للإصابة بالاضطرابات النفسية أكتر من الراجل اللي ما بيمرش بنفس عدد المراحل دي. نتكلم على ما قبل البلوغ، مرحلة البلوغ، نتكلم على ما قبل الحمل، أثناء الحمل، ما بعد الحمل، الرضاعة، ثم سن انقطاع الطمس وهكذا. كل دي مراحل حياتية يتبعها تغيرات هرمونية قد تخلي الست في وضعية أسهل إنها تصاب بالأمراض النفسية. الايدج جروبس كمان، الأطفال لهم مجموعات أو في وقت معين بيبقوا عرضة للاضطرابات النفسية، في المراهقة بيبقى في ريسك فاكتورز معينة تخليه عرضة أكتر من غيره للاضطرابات النفسية وهكذا.